بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين الشحات، كلمة السر حسين الشحات. حسين الشحات اللي أول الموسم في ماتش انتر ميامي اتعملت عليه حملة من اللجان الإلكترونية. أي حد غيره كان بطل كورة، والله أي حد غيره كان بطل كورة. وأنا قلت الكلام ده، قلت إن الراجل ده ياما كسبكوا وياما فرحكوا وياما هيكسبكوا، واحسن من اللي انتوا جايبينه ابو 200 مليون جنيه او ب 150 مليون جنيه اللي هو هرب اصلا من اللقاء. لان الراجل في ماتش انبي مفروض ان هو يعني حس ان في عنده شد خفيف، شد في العضله الضمه، المفروض ما يلعبش الماتش وريح نفسه عشان يلحق مباراه القمه. فهو صمم ان يلعب، الدكتور قال له لا صمم، المدير الفني قال له لا صمم، فلعب عشان يتصاب، عشان يتوقع عليه غرامة 150,000. يبقى كده هو كان حاطط في دماغه ان هو ما يلعبش مباراة القمة زي ما كان بيحصل في نادي الزمالك، وينزل اول دقيقتين يقوم جاي متصاب وخارج ويقول لك رجلي واجري واجري ونجري وهوب ويقوم جاي خارج والكلام ده. فاللي كان بيعمله في نادي الزمالك عمله، ومحدش يقول لي دي حاجات بقى لعيبه هي اللي تعرفها، معلش مع احترامي لكل جماهير وكل النقاد اللي قاعدين في الاستوديوهات واللي قاعدين على المكاتب بتاعتهم. هو لو عايز يلعب ماتش الزمالك كان ساعه لما وهو بيسخن في مباراه انبي كان خلع وقال لهم لا مش هكمل، مش هلعب المباراه عشان ان انا الحق مباراه الزمالك. بس هي مفقوسه، بس طبعا الاعلام واللجان عشان لسه جاي فطبعا بيغطوا على الكلام ده. عملها مرتين في نادي الزمالك وعملها مره اهو في النادي الاهلي والبقيه تاتي. نرجع لحسين الشحات. حسين الشحات بينزل يقلب مجرى المباراه. هنقول بقى من البدايه الزمالك فرط في فوز الشوط الاولاني في اول تحديدا اول 5 دقائق، انفراد لعدي الدباغ، بيطلع الشناوي بيعمل صد عالميه زي ما بيقولوا، يعني بيعمل صده يعني لو دخلت دي كانت الدنيا اختلفت. بعدها على طول هات وخد ناصر ماهر مع ادم كايد، انفراد حطها مشيت من جنب القائم، وبعدها ضربه الجزاء. اول تواجد للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر عمل كره عرضيه، حسام عبد المجيد قلشت منه، كانت لازم تبقى جول. يعني لو هو يحمد ربنا ان هي طبت وطلعت من فوق العرض. ده اول بقى ظهور للنادي الاهلي. من ساعتها لغايه ما المباراه انتهت والنادي الاهلي ركب الجيم. طبعا النادي الزمالك قاعد عنده راجل يافطه واقف على الخط مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه، ولا حتى الجهاز اللي معاه ان يقول له نص الملعب مسروق منك، بالذات الشوط الاولاني، عشان تعرفوا ان هو مخرف ومش شايف. وبحمل مجلس الاداره قبل ما اقول فريرا ده يمشي، مجلس الاداره لازم يمشي، لان انت جبت مدرب في 30 يوم جاب لك بطوله، ازاي تمشيه؟ مدرب جايب بطوله ازاي تمشيه عشان تجيب واحد زي ده اساسيات الكوره مش عنده، لا يفقه اي حاجه في التدريب. يعني النهارده حتى كمان تغييراته بيسيب واحد عنده 40 سنه وبيطلع دونجا وبيطلع معرفش مين وبيطلع مين وبيطلع مين، تغييراته كلها سمك لبن تمر عين. الراجل من ساعه لما ضيع ضربه الجزاء وهو مش شايف، ورغم كده سايبه كام 90 118 دقيقه، سايبه 118 دقيقه في الملعب. انتاجه ايه؟ مفيش انتاج. المهم الشوط الاولاني كله انت شايف الفرقه خلاص وقع، لازم تطلع عبد الله السعيد ولازم تطلع ادم كايد ولازم تجدد تاني اللعيبه في نص الملعب، تقفل نص الملعب اللي هو النادي الاهلي صال وبال من خلاله. مع انك انت مفروض لو في حد بيقف ويمسك كوره ويلعب على الهجمات المرتده دي انت بتكسب الاهلي النهارده 3 4 اجوان، ولكن انت مش شايف وفرقتك مش شايفه. وحتى ضربه الجزاء لما اتعادت لو كان صممت ان هو عبد الله اللي يشوطها كانت اتصدت تاني، ولكن احسن حاجه ان حسام عبد المجيد شاطها. المهم
طبعا مباراه، انا من وجهه نظري الشوط الثاني مباراه النادي الاهلي عمل مباراه كبيره كبيره كبيره. الجون الاولاني حسين الشحات بيعمل كوره بينيه لمحمد شريف اللي الناس برضو قلبه عليه. الراجل استعمل عقله، بدل ما يشوط وقف على الكوره وحطها تاني لحسين الشحات اللي بيجيب جون التعادل. بعديه على طول اشرف بن شرقي بيعمل كوره من ورا بنتايك